ليلة دخلتي بعد ما دخلنا الشقة لقيت باب شقتي بيخبط. جوزي فتح ولقيته بيطلب مني أغرب طلب ممكن ينطلب من عروسة في ليلة دخلتها في حياتي. ما كنت أتخيل الموقف ده. الصراحة اتصدمت من اللي حصل، لكن ما كانش عندي أي حل تاني غير إن أنا أنفذ اللي اتقاله بس، لأن كنت صغيرة جدا ومش فاهمة حاجة. صاحبة القصة بتقول: اسمي سارة، عندي 18 سنة، اتجوزت بعد ما خلصت الدبلوم العالمي المتوسط على طول. وطبعا ده لأن احنا كان عندنا 7 بنات ولينا أخ واحد بس، فما كانش بيتقدم لنا شخص مناسب غير وأهلي بيزقوا عن دماغهم على طول. وكانوا دايما ماشيين بشعار إن الجواز ستر للبنت، وإن البنت ما ينفعش تقعد أكتر من كده من غير جواز، والبنت اللي بتقعد عندنا من غير جواز لحد ال20 سنة تبقى بايرة ومحدش بيتقدم لها، وبتسمع أصعب الألفاظ اللي ممكن تخيلوها. عشان كده هما وافقوا على العريس ده. وعلى فكرة ما يبانش عليه أبدا اللي حصل منه ده، يبان عليه إنه راجل أوي، وإنه بيفهم أوي، وإنه شكله حلو وأي واحدة تتمناه، وشيك جدا ووسيم جدا. لكن ما تعرفيش الإنسان غير لما تخش حياته وتعشريه وتعرفي هو بيعمل ايه، بيحب ايه وما بيحبش ايه، وازاي هو شخصيته وتقييمها ايه. وده فعلا اللي حصل معاي. المظاهر الحلوة خدعتني، والشكل الحلو خدعني. اللي كانت الناس كلها بتحسدك عليه دلوقتي يجوا يعزوكي في حالك. ما هي من حسدته الناس عزاته زي ما بيقولوا. تبدأ حكايتي بإن أنا عندي 6 اخوات غيري، وإن أنا الصغيرة، وإن أخويا ده الوحيد الكبير، هو اللي بيدور كل الشغل بتاع أهلي. يعني عندنا الأمور متيسرة، مش ناقصنا حاجة. عندنا أرض كتير، وعندنا محلين، وبيت كبير جدا على 4 أدوار، وفي مكان كويس. يعني من الآخر كده الأمور حلوة. كنت بتعلم العالم المتوسط بس بالعافية أنا وأخواتي، ده غير إن في منهم خرجوه أصلا من الدراسة عشان يعني يساعدوا في شغل البيت وبعد كده يتجوزوا على طول. أنا الوحيدة اللي قدرت أوصل للعالم المتوسط بالعافية وبعراكي كتير جدا وخناقات، عشان أنا الصغيرة يمكن ليا شوية دلع. طبعا اخواتي كلهم بلا استثناء، من أول الكبيرة لحد اللي أشد مني أنا، الكبيرة اللي عني أنا، كلهم متجوزين على عمر 16 و17، وفي متجوزة على 14. هتقولولي ازاي؟ هقولكوا بالإشهار وبورق محامي بيضمن فيه حقها، ولما بتوصل للسن القانوني بيعملوا كتب الكتاب. لهم طرق معينة بيحفظوا بها الحقوق، وهو ده اللي كان بيحصل. ولكن طبعا عشان فينا واحدة تقدر تقول لأ أو تعترض، فبالنسبة لهم ده قلة أدب وقلة رباية، وإن مفيش عندنا الكلام ده. الصراحة كنت خايفة منهم جدا من بداية حياتي، وأنا كنت عارفة إن لازم هيجي اليوم اللي هنحط فيه في موقف قدامهم ممكن إن أنا أخرج فيه عن شعوري. يتقدم لي 2 أو 3 قبلي، لأن أنا كنت لسه صغيرة، وفي كل مرة كنت برفض لأن ما كانش بيبقى فيهم حد مناسب. خواتي كلها كانوا متجوزين وكلهم في بيوتهم قاعدين متستتين، وطبعا كنت بسمع حكاوي وقهاوي السنين، كل واحدة فيهم تحكي حكايتها. أختي الكبيرة متجوزة واحد كان متجوز قبل كده ومراته متوفية، وكان عنده 4 أولاد، بنتين وولدين. ومن ساعة ما اتجوزت وحماها عامل فيها اللي مفيش حد يعمله، بتفضل تشتغل طول اليوم وحرفيا ما بتدوقش طعم الراحة. واللي يزيد ويحط فوق كل ده كمان إن حماه إن جوزها مش متفاهم معاها، وإن مش بيخليها سعيدة ولا مبسوطة، وطول الوقت بيعاملها معاملة صعبة جدا جدا، ومفيش أي تفاهم ولا أي حب. ده غير إن عياله دول مجننينها، وطول الوقت مسؤولية كبيرة عليها، بالذات إن هي لسه صغيرة. ولكن لما كانت بتشتكي أو بتتكلم هي اللي كانت بتتحاسب،
بتتعاقب. عشان كده اضطرت إن هي تخضع للأمر الواقع، وكانت كل ما تيجي عندنا تحكي على شدة تعبها واللي هي فيه. كانت بتبقى صعبانة عليا جدا، وكنت مش عارفة ممكن أعمل لها إيه. قلت لها ساعات كتير حاولي تتطلقي، دي مستحيل حد هيخليني أوصل للمرحلة دي، لا جوزي هيسيبني من تحت إيده لأنه مش هيلاقي حاجة زي كده، ولا حماية هيسيبني، ولا أهلي هيوافقوا. يعني من الآخر كده أنا مضطرة أكمل حياتي زي ما هي، بمرها بكل ما فيها، لكن ما أقدرش أقول بحلوها لأن ما فيهاش أي حاجة حلوة. أما أختي التانية فمتجوزة واحد متجوز واحدة قبل كده، وكان المفروض إن هو قايل إن هو طلقها، ولما جه اتجوزها بناء على إن هو يعني ما كانتش موجودة معاه وإنه طلقها. وبعد ما اتجوزت بشهرين 3 كانت بنت عمه، والناس وفقوا ما بينهم، ورجعت لأنها كانت مخلفة منه بنت، وبقت كده هي الزوجة التانية، واتحطت قدام الأمر الواقع. في الأول رفضت وبدأت إن هي تصر وتعترض، وجات لأهلي وصممت إن هي تتطلق، لأن هي بتحب جوزها ومش مستحملة إن يكون معاها شريك فيه. لكن طبعا محدش وافقها، لأن في الوقت ده مع الأسف الشديد كانت حامل، وما كانش حد عندنا هيمشي معاها في اللي هي عايزاه، وبالنسبة لهم إن إحنا ولاد ما بنفهموش، وإن إحنا ملناش رأي، وإن اللي هم يقولوه لازم يمشي، لأن هم أدرى بمصلحتنا. والحقيقة اللي أنا كنت بشوفه كان بيبقى عكس كده تماما. المهم، أما أختي التالتة والرابعة كلهم بيشتكوا من شدة عدم التفاهم، والحياة اللي كلها تعب وقسوة، طول الوقت مفيش واحدة فيهم متدلعة ولا مبسوطة. هي واحدة بس اللي جوازتها نفعت شوية، ودي كانت متجوزة ابن خالي. وطبعا عايزة أقول لكم إن أهله كلك ما كانوش موافقين أصلا عليها، ولكن هو يعني كان شريحة جدا الصراحة، وكان بيحبها من قلبه، وقدر فعلا إن هو يعوضها عن كل حاجة. ولكن كانت ظروفهم وحشة جدا جدا، وتقريبا أدى تلتين عمره أو عمره كله مسافر وسايبها، وهي بتربي في الأولاد بدل الطفل 3. شافت معاهم أصعب أيام، وكانت هي الأب والأم طول السنين، وفي الآخر كانت برضو دايما بتشتكي من عدم وجوده معاها، ومن عدم إحساسها كست. أما أنا بقى لما وافقت على العريس ده كنت مبسوطة بيه، لأن زي ما قلتلكوا وسيم جدا وصغير، وما كانش يبان عليه أبدا غير إنه شخص عاقل وملتزم، بس كان عنده شوية خجل. فقلت مش مشكلة، دي حاجة حلوة، وأهله ناس مبسوطين. وهو كان ليه أخ واحد بس كبير متجوز، وخد مراته وسافر من البلد وساب البيت، أسس حياته في بلد برا. طبعا هو كان بيقول لي أنا مش هقدر أعمل زيه، لأن أنا البيت فاضي وأكيد مش هسيب أهلي وأمشي وأنا مش محتاج. ظروفنا حلوة جدا، غير إن أنا محتاج إن حد يكون موجود مع والدي ووالدتي عشان يخلي باله، يعني تخلي بالك مننا، لأن والدتي ست عاجزة ومحتاجة طبعا مراعية شديدة جدا. وافقت وقلت اهو تبقى مشكلة قريبة، ويبقى الجزاء عند ربنا أحسن ما تبقى مشكلتي أكبر من كده. لكن اللي حصل ليلة دخلتي ده هو اللي كان بالنسبة لي صدمة حقيقية، ما تخيلتش إنها ممكن تحصل، وإن هو بالطريقة دي أو بالأسلوب ده. بعد أول ما دخلت على طول وأنا لسه في فستاني لقيت الباب بيخبط، من قبل حتى ما أغير هدومي ولا ناكل لقمة ولا أي حاجة خالص. الطبيعي اللي معروف إن لازم ليلة الفرح دي العريس والعروسة بيبقوا واخدين راحتهم لوحديهم، مفيش حد بيزعجهم أو بيضايقهم، لأن بيبقوا محتاجين يرتاحوا بعد تعب طويل جدا ومجهود قوي كمان. ولكن اللي حصل عكس كده تمام. أول ما دخلنا وكنت لسه حتى مرتحتش لقيت الباب بيخبط، ولما رحت عشان أنا أشوف مين بعد جوزي ما فتح اكتشفت إنه حماية. استغربت جدا، ولقيته بيقوله خلي بقى يلا مراتك تغير هدومها وتنزل تشوف طلبات والدتك. استغربت جدا كده وبصيت بصة غريبة لجوزي، انتظرت منه إنه يقوله مثلا مش هينفع الليلة يا بابا، أو مثلا كلم حد يجي يشوف طلباتها وكده.
لكن الحقيقة إن لقيته بيقولي يلا خشي غيري هدومك وانزلي شوفي بابا محتاج ايه لأمي واعمليه. لقيت نفسي محطوطة في موقف هعمل فيه ايه؟ لا اقدر اقول لأ لجوزي، ولا اقدر ان انا امشي واروح لاهلي، ولا اقدر ان انا اعمل حاجة. واضطريت ان انا فعلا اعمل كده، غيرت هدومي ونزلت في مكان لسه اول مرة اروحه، ومش فاهمة اي حاجة، ومش عارفة اصلا المطلوب مني ايه ولا هعمل ايه. لقيت حماية بيقول لي يلا عشان احنا يعني نغير لها هدومها عشان تاخد شاور عشان هي تعبانة. وبعد عملنا كده طبعا كمية المجهود اللي بذلتها في الليلة دي، لأن هي جسمها يعني مليان بطريقة قوية جدا، وده بسبب إن هي تعبانة وما بتتحركش. عايزة أقول لكم إن أنا عشان أنجح إن أنا أغير لها هدومها وإن إحنا نقدر ناخد لها شاور وكده، الموضوع ما كانش سهل. أنا فعلا ما بقتش قادرة أقف على رجلي. وبعد كل ده لقيته بيقول لي جهزي لنا العشاء يلا عشان هي عندها أدوية لازم تديها. وفعلا قال لي بعد يعني اخش انا اغير هدومي واني هي متبهدله، وبعد كده حضري لي الاكل. فعلا حضرنا الاكل، قعدت اجهز واسخن في الاكل واجهزه وكل الطلبات دي. وكمان لقيته بيقول لي اكليها، وقعدت عشان تاكل. ده موضوع مش سهل ابدا، لان هي يعني الموضوع معاها صعب. كان الله في عونها وفي عون الجميع، لكن أنا بتكلم على الطريقة واللي لسه جاي قدام. عمري ما تخيلت إن ده ممكن يحصل معايا، وإن أتحط في موقف زي ده، وإن جوزي ما يبقاش عنده أي شخصية بالمنظر اللي حصل. المهم عملت كده، ولقيته بيقولي غيري لها على الجرح، وكمان اديها الأدوية. وده اللي حصل. بعدها كنت خلاص حرفيا ما بقتش شايفة قدامي. أخدت بعضي وطلعت شقتي. الغريب إن أنا لقيت جوزي متعشي لوحده، وكمان واخد شاور ونايم، ومش سائل فيا أصلا، ولا كأني أسوأ عنده أي حاجة. يعني لا نزل معايا، ولا فضل قاعد مستنيني، ولا أي حاجة من الحاجات دي. حسيت كده بوضع غريب ومش فاهماه، ولكن ما كانش عندي حل تاني. المهم دخلت نمت من كتر التعب، مشوفتش نفسي إلا تاني يوم. وبرضه صحيت على جرس الباب، ولقيته طالع وبيقوله يلا صحي مراتك عشان تنزل تشوف الطلبات بتاعتنا وتشوف طلبات والدتك. بقيت مش عارفة أقول إيه، حاسة إن أنا مصدومة بجد من اللي بيحصل. وفعلا عملت كده لما جوزي قال لي انزلي. أنا لحد دلوقتي مبصيتش في وش جوزي من ليلة امبارح، ومستغربة بروده الفظيع. المهم لما نزلت عملنا نفس المجهود بتاع امبارح، وكمان دخولها للتواليت والرعاية بتاعتها وغيرنا لها. الموضوع ما كانش سهل. وبعد كده طبعا أنا طلعت شفت شغل البيت وروقت الدنيا وعملت الفطار، ومن الفطار للغدا ومن الغدا للعشاء. اليوم خلص وكل ده وجوزي قاعد فوق مش سائل فيا. وكل اللي حصل إن نزل ساعة العشاء اتعشى معانا، وبعد كده أخد بعضه وخرج. خرج فين؟ خرج لأصحابه. الموضوع ما كانش طبيعي معايا. وأنا خلصت كل ده وطلعت فوق، كان في شوية ترتيبات في الشقة رتبتهم ونمت. وصحيت تاني يوم على نفس الموضوع، مفيش وقت أصلا إن أنا أفوق لحاجة. طيب أهلي لما جولي سألوني إيه اللي حصل وعملتوا إيه، وبيطمنوا عليا وبيطمنوا على اللي يخصهم يعني. لقيت نفسي برد وبقول كويسة، كله تمام. قلت لهم كله تمام، ومرضتش إن أنا أتكلم في أي حاجة. لكن بعدها قررت إن أنا أقعد وأتكلم مع جوزي. قلتله تعالى هنا، هو أنت متجوزني ليه؟ قالي متجوزك زيك زي أي واحدة بتتجوز. قلتله يعني إيه؟ قالي يعني أي واحدة بتتجوز عشان يبقى ليها بيت وأهل وزوج، وبعد كده استقرار في الحياة. قلتله تمام. أنا من ساعة ما اتجوزت بقالي يومين دلوقتي وأنت ما بصيتش في وشي ولا اتكلمت معايا في حاجة، وما إلا إن أنت شايف اللي بنعمل فيا. أنا ما أقدرش على المجهود ده كله، الموضوع صعب. لقيته اتنرفز عليا وكلمني بشدة شوية،
وقال لي هو ده الموجود وهي دي هتبقى حياتك ومفيش غيرها عندي، لأن والدتي محتاجة اللي يراعيها، وأنا معرفك الكلام ده من ساعة ما اتخطبنا. قلت له بس أنا عمري ما تخيلت إن هو ده اللي مطلوب مني. أنا تخيلت اللي مطلوب إن أنا أعمل أكل، إن أروق البيت، لكن المجهود القوي ده أنا صحتي ما تجيبنيش إن أنا أقدر عليه، ومش هقدر إن أنا أكمل فيه. ممكن تجيب حد إن هو يراعيها. قال لي جبنا كتير جدا ومفيش حد بيقعد. المهم قلت له طيب أنا بالنسبة لك إيه؟ قال لي أنت بالنسبة لي كل حاجة، وفضل إن هو يكلمني كلام حلو، ولكن الكلام ما أقنعنيش. وبعد أسبوع بحاله فكر إن هو يبص في وشي مرة واحدة، خلص معايا كل حاجة. وبعدها اتصدمت بإن هو تعبان، عنده ظروف صحية جامدة بتخليه ما يقدرش يقوم بالموضوع. ما اكدبش عليكم، أنا زي أي واحدة ليا حقوق، كنت غصب عني بحس إن أنا عايزاها، ولكن مع الأسف من كتر المجهود اللي أنا ببذله هو ما بيسألش فيا أصلا. فضل إن يعني كل فترة فين وفين وبطريقة هادية جدا وباردة، ويعني حاجة كده غريبة. المهم إن أنا لقيت نفسي في يوم تعبانة، اتفاجئت قال إيه من الطريقة الباردة دي إن أنا حامل. المهم كانت حماية مبسوط جدا لما عرف الخبر، وأهلي كلك كانوا مبسوطين، أنا بس اللي مكنتش مبسوطة وما كنتش حابة إن أنا أكمل في المشوار. ولكن لقيت نفسي كل ما بتدبس في السكة أكتر. كملت حمل عادي، كان كله تعب ومشقة، وفي الوقت ده ما كانش بيخليني إن أنا أعمل لوالدته حاجة، لأنها كانت تقيلة جدا ومجهود صعب عليا، لأن لما حصل كده وضغطوا عليا تعبت جامد، وكنت ممكن إن أنا يعني أخش في مواويل تانية مضاعفات وكده. كان هو اللي بينزل يتعامل مع والده خلال فترة حملي، وغير كمان إنه كان بيزعقلي كأن أنا اللي ده فرض عليا أنا. المهم جيت بعدها كملت حملي، بس الموضوع ما كانش سهل، وخلفت أول ولد. وجيت بعدها طبعا كان بياخد كل وقت ومجهودي، قضيت حياتي كلها مشغولة وتعبانة ومرهقة، ومفيش وقت لأي حاجة غير للشقة وبس. أول كام سنة دولت كان الطفل اللي أنا جايباه بيعوز مجهود قوي، وحماتي بتعوز مجهود، والبيت والشغل. جوزي يعتبر مكانش موجود، ولكن اتفاجئت في يوم بإن حماية بيبصلي بصات غريبة شوية، واستغربت من بصاته. لقيته بيقولي اعملي حسابك إن أنا هودي حماتك تغير جو النهاردة، وعايزة تيجي معانا تعالي، وبعد كده نرجع آخر اليوم. كانت رايحة عند أختها، يعني تغير جو وتريح نفسيتها شوية كام يوم. قلت له تمام، وفعلا ده اللي حصل. راحت هناك عند أختها ورحنا معاها كلنا وغيرنا جو وانبسطنا، وكان يوم حلو أوي. بدأ إن هو يتكلم معايا ويقولي احكيلي على كل حاجة مضايقاكي. مش عارفة ليه ايه اللي خلاني أتكلم، يمكن عشان مش قادرة أتكلم مع حد من أهلي. قلتله على كل حاجة، وحكيتله على ظروف ابنه كمان والأعمال اللي هو بيعملها، وإن هو ما بيعملش أي حاجة، وإن طول الوقت واحنا كده بعاد عن بعض، وإن أنا ليا حقوق، وإن أنا صابرة كده لكن ليا وقت أكيد إن أنا مش هقدر أكمل فيه. لقيته بيعاملني الصراحة معاملة حلوة جدا وعمري ما كنت أتوقعها منه، مع رغم إن أنا كنت حاكمة عليه بطريقة تانية خالص من أسلوبه، وطلب إن أنا أساعده من ليلة فرحي. المهم بدأنا إن احنا نتكلم مع بعض كتير، وبدأ كمان إن هو يقرب مني ويشوف اللي مزعلني وما يعملوش، وكمان قدر إن هو يجيب اتنين مش واحدة لحماتي عشان يقدروا يريحوني. بدأت حياتي كلها تتغير، ده غير إن احنا بدأنا إن احنا نخرج كتير جدا، نتفسح ولينا يوم معين بنروح نتغدى فيه برا، ده غير الحاجات الكتير أوي اللي كان بيجيبها ليا ولابني. وفي يوم طبعا لقيته بيقولي انت خسارة في الولد ده، هو مش مقدر قيمتك. واتفاجئت بإنه مكلمه إن هو عايز يتجوز عليه واحدة تانية، على أساس إن هو مخلي الأولانية دي أسعد واحدة في الدنيا، وإنه قادر أصلا يوفي كل الطلبات والحقوق بتاعتها.
اتصدمت يوميها وقعدت إن أنا أعيط كتير، ولكن هو كان الإيد اللي بتطبطب عليا، وبدأ يقولي مش عايزك تزعلي ولا تشيلي أي هم طول ما أنا عايش، انتي وابنك في عينيا، وهو خليه يروح يواجه مصيره زي ما هو عايز. سابني وراح اتجوز وبقى عايش مع واحدة تانية في مكان تاني. ولما رحت وحكيت لأهلي، أهل كلك قالولي عيشي زي كل الناس اللي عايشة، انتي دلوقتي بقيتي مخلفة وحامل، يعني مش هينفع خلاص انك انتي تتطلقي، عيشي في عز أبوهم عشان يربوا ولاده. لكن احنا هنا خلاص مصيرك اتحدد وما عندناش حد بيتطلق، وانت عارفة كده من الأول. حاولت كتير كتير جدا لكن منجحتش، وما كانش قدامي أي حل غير إن أنا أكمل في حياتي. كان حماية هو اللي مسؤول عني وعن ولادي، حتى طول فترة حملي كان هو اللي بيتابع معايا العلاجات، والدكتور مع الرغم إن أنا كانت نفسيتي وحشة جدا، وكان بيجيب لي الأكل والغذاء ولما كنت ببقى تعبانة. وغير إن هو كان بيحاول يساعدني على قد ما بيقدر، كان بيقدم كل حاجة بكل إخلاص، والصراحة كان هو اللي مصبرني على كل العيشة اللي أنا عايشاها، بالذات إنه بعد ما اتجوز مكانش بيجي إلا يوم واحد بس في الشهر يبص على ابنه، وكنا تقريبا ما بنبصش في وش بعض. مقدرش أقول غير إن أنا كان زي أي ست، محتاجة محتاجة كل حاجة. وكان غصب عني لما حصل ضعف، لأن أنا في الأول وفي الآخر ست. في يوم كنت تعبانة جدا وما قدرتش إن أنا أنزل ولا آكل ولا أشرب، وفي الوقت ده كان ابني راح الحضانة، ولقيت حماية كان معاه مفتاح شقتي، فتح ودخل، خبط عليا وقلتله اتفضل، لأني كنت تعبانة جدا. ساعتها حطلي الأكل وخلاني إن احنا نفطر سوا، بس أنا كنت متضايقة جدا. حاولنا إن احنا نتكلم بصراحة، وقال لي أنا مكنتش أتمنى غير إنسان زيك. قلتله أنا مكنتش أتمنى غير إنسان يكون فيه ربع الحاجات اللي انت بتعملها معايا. والصراحة أنا معجبة بيك جدا وبكل حاجة انت بتعملها وبأصلك مع حماتي، اللي أنا اللي معجب بيكي من أول ليلة شفت فيها شفتك صبرة ومحترمة وعاقلة، وبدأنا نفتح قلبنا لبعض. ولكن ساعتها المسافات قربت شوية، مقدرش أقول إن أنا سيطرت على حاجة، لأن الموضوع عندي كان على الآخر. ولكن طبعا محصلش أي حاجة أكتر من حاجات سطحية، ولكن حسيت إن أنا متضايقة جدا من نفسي. ومن ساعتها وأنا مش عارفة أمشي أروح فين، لا أهل عايزيني ولا عندي مكان تاني.